أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا بحضراتكم. الصورة اللي قدام حضراتكم دي آه جمعها الأدمن، الله يكرمه، يعني من كل الصور اللي التقطت للكنز اللي عثر عليه أو عثر عليه الأهالي في بيت الراجل اللي هنقول قصته دلوقتي بعد وفاته. طب وإيه يعني؟ ما كل اللي بيموت ممكن يبقى في بيته فلوس وذهب وحاجات. لأ، بس ده حاجة آه يعني مش طبيعية. بمعنى، هقول لحضراتكم حاجة، يعني اللهم صل على سيدنا محمد. ميات، عملات، عملات ورقية، كوينز، آه برضو حاجات تحت اهي. كل العملات، بصوا الأجولة تحت اهي اهي اهي. وفيه صواني كده، أواني مليانة فلوس. فهو جمعها لي كلها، وأنا برضو هحاول أوريكم حاجات منها. ممكن أهي. شايفين ده إيه؟ شايفين ده؟ ماشي. طيب، شايفين الحلة الكبيرة الأذان دي مليانة عملات أهي. شايفين عملات عاملة إزاي؟ ماشي. نشوف في حاجة تانية. كوينز، كوينز أهي أهي. كوينز أهي. كل ده كوينز، عملات كوينز اللي هي بتديله جنيه حاجات اهي. شايفين ده كله ايه؟ نجيب كمان ولا كفاية كده؟ متهيألي كفاية كده. نرجع بقى للصورة الأصلية اللي الأدمن بفنه يعني اهو جمعها لنا كلها في حتة واحدة. ايه مثلا؟ اه ايه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي كان؟ تعالوا نصلي على النبي الاول كده، واللي موجود معانا لايك وشير ونشوف ايه اللي حصل. صحيح اللي يصعب عليك يفقرك. اللي ده راجل متسول وتوفى في الدقهلية، ولقوا عثروا على الحاجات دي عنده وهما بيخرجوا الجثة. وفي ناس قالت لك ان هو كان بيحتفظ. اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الموجودين واللي بيتابعونا دلوقتي واللي هيتابعونا في دفتر احوال قناة وصفحة ان شاء الله، سواء اثناء البث او بعد البث. اهلا بحضراتكم. ويعني نشكركم على حسن متابعتكم لينا، وصباح الفل عليكم. طبعا تفاصيل العثور على شكاير أموال داخل منزل متسول بعد وفاته بالدقهلية. شكاير الأموال دي تعثر عليها وعثر عليها في بيته. شهدت محافظة الدقهلية واقعة مثيرة بعدما عثر أهالي قرية جديدة الهالة، اسمها جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة، على شكاير ممتلئة بالأموال من فئات وعملات مختلفة ورقية. ماشي يا جماعة. داخل منزل متسول بعد يوم من وفاته. العثور على 118,000 جنيه داخل منزل متسول بعد وفاته بالدقهلية. شكاير الأموال في واحد من الأهالي، أهل القرية اللي كان جواها، اللي كان بيسكن جوه أحد منازلها المتسول ده. قال إيه؟ قال إن المتوفي يدعى عم حمدي، ويبلغ من العمر 78 سنة، ويقيم بالقرية.
منذ قرابة 5 سنوات بمفرده، ولا يتردد عليه أحد من أقاربه باستثناء أخته اللي كانت بتزوره في آخر شهر من حياته، ولا يعلم عنه أهالي القرية شيء سوى إنه بيخرج نهارا للتسول ويعود ليلا. وأضاف في تصريحاته، ده واحد من القرية يا جماعة، وأضاف في تصريحاته الصحفية لبعض المواقع إنه توفى بعد تدهور حالته الصحية داخل بيته، وتبرع الأهالي بأدوات الغسل والتكفين، وتم دفنه في مقابر الصدقة التابعة لبيت مال المسلمين. والأموال بقى، أما الأموال المعثور عليها، وأوضح أنه كان يعلق مفتاحا خاصا بإحدى الغرف في رقبته، ويمنع أي شخص من الاقتراب منها. وفي اليوم التالي للوفاة فتحتها شقيقته، وفوجئت بشكائر ممتلئة بالأموال من فئات مختلفة، مصرية وأجنبية، قديمة وحديثة. لأن طبعا المنصورة برضو بينزلها أجانب يعني، وأكيد هو بيروح على على الأماكن اللي بيتردد عليها الأجانب والمصريين وكله، وبيديله طبعا، لأنه واضح أهي عملات على كل لون، على كل شكل وكل لون. أوضح إنه كان بيعلق المفتاح ده، مفتاح خاص بالأوضة اللي أخته بعد وفاته بيوم جت فتحتها. أخته دي اللي كانت بتتردد عليه، بتيجي تزوره بس، لكن مفيش حد تاني كان بيجي يزوره. أوضح أنه كان يعلق مفتاحا خاصا بإحدى الغرف في رقبته، ويمنع أي شخص من الاقتراب منها. بيمنع أي شخص لأنه طبعا راجل كبير، فلما بيدخل أكيد في حد بيجي يساعده مثلا، أو يديله حاجة. والله يا أستاذة فريال، هو ده المليونير الشحات صحيح. يعني ولما بيجي حد مثلا بيساعد غلبان، بيقول له عايز حاجة، بيقول له طب ممكن أعمل لك حاجة. صباح الورد يا أستاذة فريال، أهلا بيكي صديقة دائمة، ربنا ما يحرمناش من طلتك. ممكن الواحد يعني شكله كده ياخد الواحد ويصعب عليه، يقوم ينظف له، يعمل له يعني المساعدة للرجل المسن بقى. فلما بيجوا عند الأوضة دي بالذات، هو يمنعهم هو يمنعهم أوضة معينة في بيته، اللي هو حاطط مفتاحها في رقبته، معلقها دايما. المهم إن أخته جت فتحتها، وفوجئت بشكاير ممتلئة بالأموال من فئات مختلفة، مصرية وأجنبية، قديمة وحديثة. وأشار جار المتوفي إنه تم اختار نقطة الشرطة وبيت مال المسلمين بالقرية، وتقرر. شكرا أسعدك الله. وأشار جار المتوفي إنه تم اختار نقطة الشرطة وبيت مال المسلمين بالقرية، وتقرر التحفظ على الأموال لحين حصرها. هيحصروها يعني، الحصر ده مبدئي. الحصر اللي هو 118,000 ده عملات ورقية زائد الكوينز والحاجات دي، ده حصر مبدئي. قرروا التحفظ على الأموال لحين حصرها، واستخراج إعلام وراثة، خاصة إن أشقاء المتوفي ظهروا، وحدثت مشاجرات بينهم على الأموال. دايما إخوات الشحاتين أو معظمهم زي فاكرين واقعة كنز الأنسة غوايش، الست العجوزة اللي اتضح انها مش متجوزة، وكانت بتشحت، وجم لقوا عندها فلوس ياما. وبعدين اخواتها جم، وبرضو كانوا الاول ما بيقولوهاش ولا يعرفوهاش ويتبروا منها وحاجات كده. بعد ما ماتت كلهم جم، وكلهم اتخانقوا، وبرضو القرية هي اللي ساهمت في تغسيلها وتكفينها ودفنها، وهم ما سألوش فيها حتى دفنها. وراحوا لما ماتت جم يتنازعوا على التركة. فيا جماعة، الإنسان يأخذ من العيش ما كفى، اللي يكفيه بس. حتى في الإسلام، يعني الإسلام يبغض تماما التسول، يبغضه. كل ده من سمعته واستضفت شيوخ
وفي التحقيقات الصحفية في الجريدة الورقية وفي كل حتة واستضفتهم في الصحف اللي كنت بعمل بيها في الخارج وكده. قالوا التسول ده يعني منتشر في العالم كله، بس هو الإسلام بيبغضه تماما. حتى لو الإنسان اضطر مثلا فقدت فلوسه وهو مسافر، فقدت أمواله مش قادر يروح بيته، بياخد على قد يعني يشحت على قد مش يشحت يمد ايده، يستأذن الناس في أجرة مثلا عربية يتوصلوا لبيته المأمن، أقرب مأمن ليه عند قرايبه، ده على ما يدبر فلوسه لو كانت سرق، لو كانت ضاعت منه، فقدت أي حاجة أو ما بيشتغلش، ياخد لحد ما يسعى على رزقه بأي شكل. لكن كل ده بيبقى وبال على الإنسان، وبيجي شايله على ظهره. واسأله واسأله طبعا شكائر الأموال. الجيران قالت إنه بعد حصر الأموال مبدئيا تبين إن قيمتها 118,000 جنيه، بالإضافة إلى عملات ورقية متنوعة زي ما قلت لحضراتكم، وفي عملات ورقية متهالكة وأخرى فضية أكلها الصدأ. ده دليل على إنه بيكنزها من زمان يا دنيا، طالما كلها الصدى يبقى بيكنزها من زمان قوي قوي يعني. وأخرى فضية أكلها الصدأ. والجيران وضحت إن المبلغ المتحفظ عليه داخل بيت مال المسلمين لحين انتهاء قرايبه أو أخواته من إجراءات إعلام الوراثة حتى يتم إعادة تقسيم الأموال بينهم، أو يعطوها لهم، يبقى فيه صيغة رسمية إن هم ياخدوا الفلوس، إن هم قرايبه أو من لهم الحق في إن هم يورثوه. ده كلام طبعا الإنسان مش كل ما حد يجي يشحت حد يديله فلوس ويصعب عليك أو كده. صحيح اللي يصعب عليك يفقرك زي ما بيقولوا، ولكن الإنسان المؤمن الفاطن بيحس بقلبه إن ده محتاج، ده في حد بيجي جنبك ويفوتك. أنا بتحصل معايا شخصيا ويفوتني، أجري جري عليه، او الست او راجل، وما بيشحتوش، ما بيشحتوش، بيبقوا ماشيين في حالهم كده وشكلهم يعني بينم بيقول كلام عنهم، يعني شكلهم بيوضح الحالة اللي هم فيها. دول اللي انا اديهم، او اللي جنبي وانا عارفاهم، مش واحد جه سكن وما نعرفش عنه حاجة غير انه بيخرج للتسول ويرجع بالليل اقوم اديله. لا خلاص، المتسول ده عارف طريقه، ده بيفك من السوبر ماركتات، مش ده كله. المتسولين معظمهم حتى في المصايف بشوفهم وهم راجعين يروحوا السوبر ماركتات وياخدوا ميه معدنيه ويحولوا الفلوس الكوينز دي لفلوس عاديه، ويقولوا فيما بينهم، وكذا مره سمعتها ان هم هيروحوا في اخر النهار، يعني اخر النهار واحنا ماشيين، ان هم هيروحوا يغيروا هدومهم ويطلعوا على الاسواق يعملوا نفسهم، بيفرقوا نفسهم في الأسواق وبيوزعوا أدوارهم اللي هي الأماكن التردد المصطفين عليها بالليل بقى، من محلات، من مطاعم، من ده ويستكملوا، ويا دوب ينام له ساعتين ويعاود الكرة. طب انت بتاخد كل ده هتوديه فين؟ طبعا بتبنى بيها عماير، طبعا بتبقى ممكن يستغلوها حد من اخواننا البعدة في حاجات تانية. يعني يا جماعة تحروا الدقة، ومش أي حد نشوفه متسول يصعب علينا. كان في برضو حملات زمان بتقوم، نبص نلاقي إن وكان في حد في يعني في بولاق بجنب جنب الأخبار زمان، أو جنب آخر شارع الصحافة، يعني بعد شارع الصحافة كده، لقوه متوفي. ولقوا معاه برضو نفس الحدوتة دي، والست برضو بيقبضوا عليها لقوا معاها نفس الحدوتة دي، شوال مليان فلوس. يعني ما عمريش شفت شحات مات إلا وهو عنده كنز، ما عمريش شفت شحات اتقبض عليه إلا وهو بيخر فلوس وهو بيمشي معاهم.
يعني ما شاء الله معاهم أموال أحسن مننا كلنا. فيا جماعة ما نديش فلوس بالهبل إلا بعد تحري الدقة. يقول لك والنبي أصله بيعمل، أصله مريض، أصله إيه، ويطلعوا المترو. يا سلام على المترو والشحاتة فيه. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، احتراف. مترو الأنفاق بقى فيه الشحاتين والباعة المتجولين، احتراف بقى، سوق عكاظ. هقولها لكم في حلقة تانية. دي كانت متابعتنا النهاردة من خلال دفتر أحوال. حد ليه سؤال من أصحابي وأصدقائي الموجودين معايا دلوقتي، اللي ليه أي استفسار يقول لي. دي طبعا أيوة. هو كان معه كام لحسن، لحسن ما سمعتش من الأول. أستاذة زهرة الجوري بتقول هو كان معاها كم من الأول لحسن ما سمعتش. الحصر المبدئي يا أستاذة وردة، آه او مش عارفه اكيد واحده ست يعني زهره الجوري. الحصر المبدئي يا استاذه ورده الجوري انه 118 الف جنيه عملات ورقيه بالاضافه للكوينز. وفي كوينز لقوها مصديه، يعني بقالها كتير كتير معاه. يعني هو ما بيصرفش، يعني كل يوم بياخد بالقد كده ويكنز ويكنز. يعني حاجة لا ضرايب ولا حجوزات ولا شغل ولا بصمة ولا بينزل في الشوارع زينا كده ويجوبها ويتبهدل وحاجات كده. لا، هو بيروح يقعد في حتة وبتجيله بتخر عليه حنفية الفلوس بالصعبانيات، على رأي الليمبي. حد ليه سؤال تاني او استفسار تاني؟ عموما انا دي كانت متابعتنا دلوقتي. شوفوا الفلوس، شوفوا الفلوس بالميات، بالميات يا بشوات. تخيلوا اهو. دي كانت متابعتنا النهارده من خلال دفتر احوال. اشكركم والى اللقاء. كنت معكم انا نجوى عبد العزيز، الصحفيه القضائيه. اشكركم والى متابعات اخرى ان شاء الله. شكرا.